السلام عليكم. فنان دكتور طلع أخطر حرامي شقق، كان بيسرق الشقق بأسلوب مبتكر، وهو إنه كان بيغير كلون الشقة. سرق 51 شقة في أرقى مناطق القاهرة والجيزة، وكان بيسرقهم في عز النهار، وقدر يسرق حوالي 100 مليون جنيه ومجوهرات بيتقدروا ب 13 كيلو دهب. دي مش بس أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، دي قصة حقيقية عن الدكتور، وهنا مش قصدي على محمد شاهين، ولكن المتهم مجدي وشريكه أشرف. وبعد عرض المسلسل الحلقة قلبت السوشيال ميديا علشان الناس بدأت تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي. تعال أحكي لكم القصة الحقيقية. مجدي عنده 50 سنة، عاطل وخريج كلية فنون تطبيقية والمعروف باسم الدكتور، وأما شريكه فاسمه أشرف وعنده 44 سنة. مجدي كان مسجون وخرج سنة 2015، وده كان تاريخ بداية جرائم السرقة اللي نفذها هو وزميله في السجن أشرف. ولكن المرة دي طور من أسلوبه الإجرامي، فكان بيسرق الشقق بأسلوب مبتكر